من هنا نقدر نقول وصلنا إلى وجهتنا. هذه الشوارع ملونة جدا. هذا الحي من أشهر الأحياء هنا في تركيا. تنوع رهيب في البيوت، كل بيت ملون بلون. هذا تلاحظ أنه المكان جميل جدا. البيوت هنا جميلة جدا، فلهذا هذه وجهتنا اللي كنا ننتظرها، وأماكن رائعة جدا. ونبيع تذاكر، بيع تذاكر، ذكريات، أكثرية الذكريات موجودة هنا بكثرة. بيوت جميلة جدا. هاي هي منطقة بلاط. البيوت كلها مزخرفة وبألوان مختلفة. أنا حرفيا فوق جبل، والله كأنك صاعد جبل. نبيع تذكاريات، شارع بلاط، بعض حياك من الصور للعين دائما تجدها في اسطنبول. هذه كلها حرف يدوية، كل بيت مختلف عن البيت الثاني، فإذا تلاحظ الألوان مختلفة. والله شيء بسيط يشجعوا به السياحة، هي أنهم كل حد يصبغ بيته بلون مخالف. تروح المنطقة جميلة جدا. واو. والله قطط، أنا من محبي القطط بزاف، قط جميل جدا. كل المحلات مختلفة، طابع جميل جدا، ملونة بالأزهار بالألوان، تعطي جمالية لهذا المكان. أماكن جميلة جدا.
هذا وش يميز المحلات، انه ملونة جدا. هم يعتمدوا كثيرا على التفاصيل، يعني كل مثلا هنا يبيعوا الأكواب، محلات الجلوس عندهم منيو لتقديم الأكل، تجلس هنا تأكل، عند كل شيء مع هذا المكان الجميل. لكن بصراحة تركيا من أغلى الأماكن، أو خاصة اسطنبول من أغلى الأماكن إلى الآن. يعني لو تلبس منيو الأكل راح تدفع ثمنها كلية. فقط شارع بلاط ممكن انه ياخذ منك نصف يوم لزيارة شارع بلاط. هو شارع كبير قليلا، مو كبير، لكن فيه مرتفعات لتشاهد المعالم الكبيرة من هناك، فلهذا تجد انه المكان جميل جدا. فيه الكثير من السياح، لن تشعر بالملل في هذه المنطقة، لن تشعر بالملل أبدا، فلهذا تكون دائما مستعد لهذا النشاط الجميل جدا. هذا اليوم الثالث لي في تركيا، وهو يوم جميل جدا. لم تنزل الأمطار علينا، فلهذا يكون يوم جميل، لأنه بعد 6 ليلا راح تسقط أمطار كبيرة جدا على اسطنبول. فلهذا أنا متواجد في مكان مزدحم جدا مشهور، كل الناس يأتون من أي مكان لهذا الشارع. في ملابس نسائية. هذا الشارع شارع ملون أيضا، فهي كل الشارع ملون في شارع بلاط. البيوت كلها ملونة بألوان مختلفة. متعة السفر، يجب عليك أنك تجرب كل الأشياء، لأنه أماكن جميلة جدا في شارع بلاط. كل منطقة تختلف عن الثانية. واو، والله أحببت هذا المكان جدا. تقريبا منطقة كبيرة جدا مليئة بهذه البيوت. عجبتني الفكرة جدا لو تطبق في حي من أحياء الجزائر. هذا هو المكان المشهور، شارع المظلات في بلاط. سوري، هذه السيارة الوردية. واو. عمتي صوريها صورة هي بتسوق البنت دول. هذه السيارة اللي يعملوا بها صور في بلاط. هنا تجد الناس كثيرا يدخلون من هذه المنطقة لأنه مشهورة على الانستغرام وجميلة جدا. هذه السيارة الوردية يصوروا صور على الانستغرام، جميلة جدا.
من هنا المقاهي من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها وأنت في بلاط. المنطقة الأولى اللي زرناها الآن وهي منطقة شارع المظلات. تدخلها انك تستهلك حاجة، لكن انا ما استهلكت حتى حاجة. قلت له وي نستهلك، لكن عندما دخلت بدلت رأيي. Fındık, kardamon, bez sahra, bez malaka. Thank you. That's Пьют coffee не только Turkish? турецкий кофе, но и Йемен такой кофе кофе, тоже вот пьют, томат. который Йемен. называется Dibek kahvesi. Томат. Это тоже османский такой кофе, очень приятный. كأس مجاني تصلنا المطعم. راح نجرب هذه القهوة. مذاقها ما عرفت، والله ما عرفت، لكن فيها حبيبات ما بعرف شنو الحبيبات. مادام فري ما يهمناش نشربها، اي حاجه فري نحن متواجدون لتجربتها وتذوقها. الان يجب الركض من هنا. نروحوا لشارع المظلات والأدراج الملونة. هنا يجيو السياح بزاف بالجرد الملون مع هذه الواجهة الجميلة. هذا هو الدرج، كثير من السياح صوروا هون. هذا أكثر شهرة هنا في شارع بلاط.